السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج دلتا مصر. الشعب المصري قام خلال 2.5 سنين بثورة يناير، وبعدين في 30/6 قام بثورة تصحيح. المواطن المصري بجد عايز يرتاح وعايز يحس ان هو بياخد حقوقه بدون تكبد وبدون عناء، عايز يحس ان المسؤول بيفهم بالإشارة المواطن عايز ايه، مش لازم المواطن يتبهدل ويتمرمط علشان المسؤول يسمع. علشان كده المسؤولين اللي يعني وضعهم حظهم وبختهم ان هم يكونوا مسؤولين بعد الموجة الثانية من ثورة يناير وهي ثورة 30/6، موضوعين بين المطرقة والسندان، ما بين إمكانات للدولة ما زالت تعاني بعض الشيء، وما بين طموحات مواطن ما زالت متنامية. المواطن بيقول احنا خرجنا بثورة، طلبت تفويض، عملنا تفويض، عايزين نشوف نتائج على أرض الواقع. علشان كده المسؤولين اللي تم اختيارهم سواء محافظين أو وزراء أو على أي مستوى هم مش محظوظين في المرحلة دي، لكن هم أكيد طالما قبلوا المسؤولية فهم على قد هذه المسؤولية. احنا النهاردة معانا أحد المسؤولين الذي قبل أن يكون على رأس محافظة الغربية بما لها من مشاكل مزمنة وطويلة، لكنه قابل التحدي وقابل أن يكون في هذه الظروف. أيضا طبيعته وخلفيته العسكرية بتعلمه أنه هو لازم النصر ولازم تحقيق الأهداف. أرحب بضيفي الكريم على الهواء مباشرة السيد اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية. سعادة المحافظ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة الدلتا. يعني من حق المشاهدين علينا أن هم يعرفوا من يجلس أمامهم الآن، علشان كده السيرة الذاتية لسيادة اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية: تخرج في 16/9/72 في الكلية الحربية، متزوج ولديه 3 أبناء. المؤهلات العسكرية أو العلمية: بكالوريوس العلوم العسكرية، ماجستير العلوم العسكرية، درجة الزمالة لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الحرب العليا، درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية بامتياز مع مرتبة الشرف. المؤهلات العلمية المدنية: بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، دبلوم إدارة أعمال أيضا من هذه الكلية. الوظائف العسكرية: التدرج في الوظائف القيادية بالقوات المسلحة حتى وظيفة رئيس هيئة البحوث العسكرية، والعمل في هيئة العمليات بالقوات المسلحة، والعمل في المخابرات الحربية والاستطلاع. الوظائف المدنية التي شغلها الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ومستشار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. فاصل ونتواصل معكم في كثير من الموضوعات، كثير من الخطوات والإجراءات التي اتخذها السيد محافظ الغربية بعد هذا الفاصل السريع. سيادة المحافظ، برحب بحضرتك مرة تانية. وكتير من المشروعات سمعنا عنها من محافظين سابقين من 10 سنين أو أكثر، لكن كان المواطن بيحلم بهذه المشروعات لكن لا تتحقق. أعتقد أن حضرتك يعني هيكون لك السبق بإذن الله في تحقيق هذه الأمور. لو بدأنا هنبدأ الأول بحاجات تفتح نفس المواطن وتعيشه في الأمل لبكرة إن شاء الله. هنبدأ حضرتك شركة بقى المصنوعات اللي اتحرقت من شهور وكان منظرها بشع والنشاط الاقتصادي واقف، لكن حضرتك خدت قرارات فورية من أيام. ماذا عن هذه القرارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي بس أعلق نقطتين مهمين على التقديم اللي حضرتك قلته. إن احنا عندما قبلنا المسؤولية بتحدي وبروح الوطنية وبروح القتالية. نعم. لأن الوطن محتاج في هذه المرحلة إلى كل أبنائه المخلصين علشان نعبر بمصر هذه المرحلة العصيبة في تاريخ وطننا. احنا عندنا تحديات، أنا ما برضاش أقولها مشاكل، لأن المشكلة أي مشكلة لها حل، لكن لما أقول تحدي، التحدي أمامي يبقى له عدة حلول وعدة بدائع وعدة اقتراحات أو عدة بدائل للحل. فاحنا بنعتبر كل اللي موجود في محافظة الغربية هو تحديات، وانا عندي ثقة في الله وثقة في اهالي الغربية. نعم. ان احنا معا جميعا ان شاء الله سوف نجتاز هذه التحديات التي
كانت نتيجة لفترات كبيرة من نوع من نقول عدم الاهتمام، عدم كذا، ظروف اقتصادية واجتماعية كلنا نعلمها جميعا أدت للأوضاع اللي موجودة في محافظة الغربية. ومحافظة الغربية ليست بعيدة عن جميع محافظات الدلتا، فتقريبا جميع المشاكل يمكن اللي بتقابل الغربية بتقابل معظم محافظات وسط الدلتا. تمام، اتفضل نبدأ ببيع المصنوعات عشان في أخبار كويسة. ان شاء الله. لما جيت لقيت ان عندنا شركه بالمصنوعات ديت محروقه من حوالي 3 سنوات ولم يتخذ فيها اجراء. عملت اجراء سريع وحاسب مع السيد رئيس الشركه القابضه للسينما اللي هي تمتلك هذه الشركه، وتم التنسيق عليه يمكن من يوم 15 او 16/8، وهو وعدني ان خلال شهر هيبدا العمل في هدم المبنى وهينتهي الهدم دوت. هو فعلا بدأ زي ما وعدني يوم 15/9، وبدأت فعلا المعدات تيجي، وبدأ إزالة المبنى القديم، وهينتهي من هذه الإزالة خلال 3 شهور. خلال 3 شهور دول هو بيكون طرح للمشروع بتاعه. والمشروع أنا ببشر أهالي الغربية وإخواتي في الغربية إن هيبقى هذا المشروع مشروع حضاري في وسط ميدان هام في محافظة الغربية. هيبقى بدأوا عملية الهدم بدأوا فعلا عملية الهدم، وبدأوا يزيلوا المبنى. حضرتك محدد معاه حسب 3 شهور هيكون المبنى على الأرض، هيكون المبنى على الارض، والمبالغ المطلوبه للبناء جاهزه. كل ده الشركه اللي بالمصنوعات دي شركه تمتلكها الشركه القابضه للسينما احد مشروعاتها. حضرتك بالراجل المسؤول. الحاجه اللي اكيد انا اكدت عليه، المنطقه عندنا تكدس مروري في المنطقه ديت، اكدت عليه لازم يعمل طابه، وهو فعلا استجاب لهذه الرغبه، ان دي حاجه ملحه ان احنا عندنا تكدس مروري في الغربيه لاسباب كتيره هنتكلم فيها بعد كده. وفعلا في التخطيط بتاعه هيعمل جراج متعدد طوابق. جميل. ليه بتاع هينتهي خلاله يمكن خلال انتهاء الماء كل وتشتغل خلال سنه ونص ان شاء الله. جميل خالص زي الفل. سعاده المحافظ، ايضا من الملفات الجميله اللي عشناها مع اكثر من مسؤول مساله الموقف المجمع للسيارات والاتوبيسات الخاصه بمحافظه الغربيه على مساحه 23 فدان في منطقه سبيربي. حضرتك الخطوات التي اتخذت من قبل حضرتك في هذا الامر؟ وانا بس احب اوضح لمنطقه سبيربيه هي 23 فدان وكانت محطه انتاج دواجن قديمه. تمام. المنطقه دي كان متخطط فيها انشاء عدد من الوحدات السكنيه وعدد من المجمعات المدرسيه، وهنعمل قسم ثالث لمحافظه لمدينه طنطا وفيها مستشفى. احنا المستشفى احنا في الزياره الاخرانيه للدكتوره يعني 3 حاجات سياده المحافظ: موقف مجمع ومستشفى واسم ثالث واسم مرور ومجمع مباني حكوميه. جميل. ده اهالي سبيربي كانوا اعترضوا على اقامه ال 500 وحده سكنيه، واحنا استجابه لهم، والمصلحه العامه اقتضت فعلا ان احنا محتاجين هذه الارض. احنا عندنا المساحه دي على حوالي 8 فدان اللي هم كانوا المفروض يقيم عليهم مساكن، قلنا هنقسمه الى موقفين. طب سياده المحافظ، استاذن حضرتك نسمع المواطن عايز ايه في هذه الجزئيه بالضبط، وحضرتك تكمل ترد على المواطن. اتفضل. نتابع هذا التقرير حول مطالب المواطنين في منطقه سبيربي من السيد المحافظ حول تعمير هذه المنطقه بالشكل. نتابع هذا التقرير. دي المحافظه كانت خدتها واخدتها عملتها محطه دواجن، وكانت محترمه جدا وكانت بتطلع انتاج، وفجاه هدوها. طبعا الارض دي سبيربي ارضها تعرضت لمشاريع كتير. جامعه طنطا خدت منها ارض، وجامعه الازهر خدت منها ارض، وباعوا ارض من ارض الاصلاح اللي هي كان جمعه واحد مستثمر خد 80 فدان. فالارض الزراعيه اتاكلت بتاع البلد، والزحف موجود والعدد بيزيد، فالبلد عايز تستفيد من هذه الارض، لان دلوقتي الجامعه خدت ارض وجامعه الازهر خدت ارض. هنروح فين؟ مفيش متنفس لنا لده. فاحنا عايزين نعمل فيها مدارس ومستشفيات وحاجات خدميه، لكن احنا نقبل كل حاجه تعمل هنا الا المساكن. ليه؟ المساكن لنا تجربه قاسيه معاها. كانوا عاملين مساكن في وسط البلد من يوم الشرطه ما دخلتش سبيربي الا من يوم المساكن دخلت. عايزين نستغل بقى نعمل له خدمات للسبيربي، عشان هي اول بلد في الجمهوريه لها تاريخ. بيداوسوا التاريخ بتاع حسن صبر الخولي وبتاع الفريق عبد المنعم رياض. ما تندهتش سبيربي بالذات، هي اللي في الدوله بحالها.
انما احنا هنرقد للعالم دي زي ما احنا قاعدين بقالنا سنه، فما يتعبوناش، يخلصوا ويشوفوا يعملوا ايه خدمات للبلد. ايه الخدمات اللي انتم بتفتقدوها هنا؟ مدارس مدارس مش موجوده، يعني ما فيهاش خدمات البلد خالص. فعايزين مدارس وعايزين كليات وعايزين حاجات في الارض دي، ووحده صحيه، في كل الحاجات الخدمات بتاع البلد تنعمل. الاستخدام الامثل لقريه سبرباي للارض دي اولا لازم يستفيد منها اولاد سبرباي. سبرباي النهارده بتتخطى ال 100,000 نسمه، فيها مدرسه واحده اعدادي 1892 تلميذ في 27 فصل. اذا سبرباي النهارده عشان افك كثافتها برؤيه التربيه والتعليم عايز مدرستين اعدادي عشان افك الكثافه دي. طيب انا عندي ابتدائي، عندي مدرستين ابتدائي عايز افك كثافته، ما عنديش مدرسه ثانوي، ما عنديش في سبرباي مكتب بريد، ما عنديش في سبرباي مستشفى، ما عنديش كل اللي يخطر في بال حضرتك من الخدمات ما عنديش في سبرباي. النهارده انت عايز تجيب لي هنا 500 وحده وعايز تبيع الشريط ده كله ويتبني مساكن برضه تعمل فيه حوالي 2000 وحده، جالي 10 12000 اسره تشيلهم ازاي؟ بلد زي دي، بلد زي دي فيها فرن واحد، فيهاش اسعاف، فيهاش مطافي، فيهاش مكتب بريد، فيهاش الوحده الصحيه بتاعت سبرباي في العمل. فالنهارده انا بقول لحضرتك وبوجه رساله من هنا ومن على الارض اللي عليها المشكله دي لسياده المحافظ والرئيس الوزراء والرئيس الجمهوريه والوزير الدفاع ولكل الناس، لن نتخلى عن هذه الارض الا في مصلحه سبرباي والولاد سبرباي. سيادة المحافظ، المواطنين أبنائك في سبرباي بيقولوا دي أرضنا وإحنا محتاجين خدمات كتيرة جدا، يعني 100,000 نسمة ما عندهمش غير مدرسة واحدة، ما عندهمش وحدة صحية أو وحدة صحية ومعطلة موقوفة، يعني ما عندهمش لا مطافي ولا إسعاف ولا يعني حضرتك الحاجات دي ستراعى في التخطيط بالنسبة لهذه المساحة اللي هي في زمام سبرباي؟ هي المساحة دي 23 فدان و4 عريط. المساحة احنا استجابة لأهالي سبرباي، عدلنا التخطيط في المنطقة وقلت لحضرتك ان احنا هنعمل مجمع مدارس بحيث يغطي هذه الكثافة كلها، وهنعمل مستشفى هتغنيه بقى عن وحدة صحية عن كده، لان كلها دي منطقة 300 400 متر، فهيتعمل مستشفى مكان بديلة لمستشفى المنشاوي، فدي هتبقى مستشفى عام، اكبر يعني مستشفى عام جميل. يعني مش هيحتاج، هيتعمل فيها اسم ثالث في وحدة مرور، في نقطة اسعاف، في كل الخدمات لاهالي سبرباي. ولكن احنا بوجه النداء ده لاهالي سبرباي برضو طالما هم متعاونين معانا وهيتعاونوا معانا ان شاء الله في نفق. المفروض النفق دوت احنا عملناه كان 3 متر، قلنا عايزين نعملوه. مكانه فين سعاده المحافظ؟ شرق سبرباي بحوالي 300 400 متر، وطريق هيشغل طريق كويس لغايه طريق طنطا المحله، وقلنا النفق ده كان مطلوب 3 متر، احنا زودناه 4 متر عشان يبقى توي، وان شاء الله هنبدا في تنفيذه. ولكن لازم ان احنا كلنا ننظر للموضوع نظره شامله، ولا يبقى لنا نظره خاصه بكذا كذا. لا، الطريق النفق ده هيحل النفق ده اللي هيكون تحت طريق طنطا كفر الشيخ بالظبط كده، هيوصل للطريق الدولي. طيب ما الناس عايزين يكون عرضه 6 متر سعاده المحافظ، لان في جرارات وفي ادوات زراعيه، العرض بتاعه يعني المفروض يكبر شويه لانه هيبقى له دور محوري. ده شغل هيئه الطرق، وهيئه الطرق قالت ان الطريق بالمنظر ده يكفي تماما لمرور ده هو النفق ده علشان المواشي وعشان الافراد، مش موضوع عربيات، ده نفق عشان ما يقطعش الطريق. تمام، مش موضوع عربيات، لا ده ما يحصلش حوادث، ده موضوع نفق عشان العبور المشاة وعشان عبور المواشي. وحضرتك لو هو مثلا في جرار رايح يحرث في الارض او يعمل حاجه، الجرار فوق الطريق، ما هو الطريق مرتفع عن الارض، الجرار 1.5 متر، وانا لو حتى يعني حضرتك هيئه الطرق عامله حسابها ان ده ياخد جرار زراعي بارتفاعه بعرضه كل حاجه، ده شيء جميل. يعني حضرتك بنطمن اهالينا، احنا مش عايزين الغير متخصص يتكلم في حاجه مش تخصصه. انت عليك كمواطن ان الخدمه توصلك، تقول مشكلتك، واحنا متخصصين، في ناس بتدرس، ناس متخصصه في مجال الطرق وذلك، الموضوع ده بتدرس وبتعمل الحاجه طبقا للاحتياج وليس بنسبه الرؤيه اللي هي بتاعت قد يكون غير متخصص او كذا او كذا او نعم. هناك موضوعات كتيره في مثل هذا المجال. حضرتك جميل هذا الكلام،
متى سيبدأ العمل إن شاء الله؟ هل تم اتخاذ خطوات في تحديد موعد بدء العمل ومدة قد إيه يستمر؟ ان شاء الله. هو طبعا المستشفى كانت السيده الدكتوره مها الرباط وزيره الصحه كانت عندنا، والخطه والمستشفى ما كانتش مدرجه في خطه 2013 2014، لكن هي وعدتني ان المشروع ده هيتم على من 2 سنه ل 3 سنه، وهترصد له التكلفه الماليه بتاعته اعتبارا يعني هي قالت لي هنحط مبلغ معين عشان نبدا السنه دي وهنكمله السنوات اللي هم 2014. يعني ان شاء الله اول حاجه هتبدا مستشفى المنشاوي الجديده. المنشاوي الجديده في منطقه سبرباي. احنا ده كلام زي الفل. اذا بنطمن اهالينا في سبرباي اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي في التقرير ان سياده المحافظ حصل فيه تعديل بالنسبه للمنشات والخدمات اللي هتقام على 23 فدان اللي جنبكم، بحيث ايضا يكون ابناء سبرباي مستفيدين. عايز اضيف برضو هنا ان المساحه اللي كانت متخطط يتعمل فيها 500 مدرسه، وبناء على رغبتهم احنا عدلنا استخدام الارض، وهنعمل 2 موقف هيبقى فيه سور فاصل بين الارض بين المستشفى وبين المرافق وبين الايه المواقف بتاعت، وده هيخدم اهالي سبرباي بالدرجه الاولى، ما يبقى جنبه موقف جميع العربيات بدايه ونهايه الخط، حركه اقتصاديه اكيد، وهيعمل طبعا حركه اقتصاديه وخدميه لاهالي سبرباي بحيث ننهلهم على مشكله المواصلات ان شاء الله. سعاده المحافظ، ما زلنا ايضا قريبين من منطقه سبرباي وال100 فدان اللي هم كانوا هيتعملوا منطقه صناعيه وكانوا فيه اهتمام وفيه حركه، ولكن جت الثوره الموضوع اتنسى والامور تاهت شويه. حضرتك هذا الملف بحثته ام؟ بالظبط، احنا عندنا 100 فدان كانت متخططاهم وزاره الاستثمار، وفعلا وزاره الاستثمار عملت تعويض ودفعت التعويض للاهالي ل 100 فدان، والارض دي تمتلكها وزاره الاستثمار، مخطط عليها بعض المشروعات الصناعيه الصغيره، واحنا بدانا نحيي هذا الموضوع مع السيد وزير الاستثمار بحيث نلاقي نتائج ملموسه على ارض الواقع او على الطبيعه ان شاء الله. طب سياده المحافظ استاذن حضرتك عفوا للمقاطعه، لكن عايزين سيادتك تسمع المواطنين بيقولوا في المشكله ديت وحضرتك تعقب وترد عليهم. نتابع التقرير الخاص بمشكله ال100 فدان المنطقه الصناعيه ملك وزاره الاستثمار. نتابع. النهارده احنا واقفين قدام ال100 فدان تم نزع ملكيتهم من الفلاحين بيع وشراء، ودي كانت من اجود الاراضي الزراعيه في محافظه الغربيه. ال100 فدان دول لا نعلم لحد الان لمصلحه مين. مره يقولوا ان هم هيكونوا يعني للاستثمار، هتبقى فيها مشاريع استثماريه، ولحد النهارده احنا بقالنا 7 سنين 6 سنين ما حدش النهارده ادانا عقد نفع في الارض دي، وحضرتك كما تشاهد تم تبويرهم ولحد الان ما فيش اي شغل. فاحنا بنناشد الساده المسؤولين في محافظه الغربيه انهم يكونوا مشاريع لابناء الغربيه، مشاريع استثماريه، مشاريع انتاجيه، مثلا ولتكن مصانع الالبان تكون موجوده هنا، لان دي قريه وبتقوم على الزراعه. اولا هم خدوا الارض مننا على سنه تبقى منطقه صناعيه، وكانوا واعديننا ب5 فدان في الجبل، واحنا قاعدين من غير شغل ومن غير اي حاجه، كانوا واعديننا بوظيفه وما حصلش اي حاجه، وبقى لها ان هم خدوها ولا زرعت ولا عملوا في اي حاجه، وزي ما انت شايفه كده وقفوا عن ناس ياما في العزبه، يعني حوالي 150 فدان بحوالي 150 اسر، بحوالي الوفات من اسر، الوفات مؤلفه، قاعدين لا شغل ولا وظيفه ولا اي حاجه. هم كانوا قاعدين بوظيفه وقعدونا بالارض بدلها في الجبل، ولا شفنا اي حاجه من الكلام ده خالص. والله هم خدوا الارض سيادتك وقالوا هنعمل عليها مشاريع وهنشغل من على كل فدان متضرر وظيفتين، فطبعا ما فيش الكلام ده. وجت قامت الثوره ووقفت العمليه، ما فيش اي مشكله ولا عملوا فيها حاجه ولا اي مشروعات ولا اي حاجه، والارض بارد زي ما سيادتك شايف، وكنا بنعاني طبعا دلوقتي من نقص المواد التموينيه والغذاء، واحنا مش عارفين هنعمل ايه بصراحه. سياده المحافظ، ده كان كلام اهالينا في سبرباي عن ال100 فدان اللي نزع ملكيتهم. لا اتنزع ملكيتهم وتبوروا والمشروعات لم تبدا. حضرتك هتعمل فيهم ايه؟ ان شاء الله. طبعا الموضوع ده بقاله حوالي 9 سنين او 8 سنين. فعلا وزاره الاستثمار زي ما قلت في الاول ان دفعت تعويضات لجميع اصحاب هذه الاراضي، والارض قالت ملكيتها لوزاره الاستثمار.
نتيجه يمكن السنتين اللي فاتوا الثلاثه ديت في حجم الاستثمارات اللي بتدفع او حجم الاستثمارات، ويمكن ضخ حجم الاستثمارات في البلد كان ضعيف نتيجه كلنا نعلم طبعا حجم المشاكل اللي هي الاجتماعيه، سواء في اللي احنا بنحاول نسدها، سواء في البنيه الاساسيه او في تحقيق مطالب فئويه لرفع مستوى. لكن ان شاء الله احنا واخدين وعد من السيد وزير الاستثمار انه هيبدا في تخطيط المنطقه تكون منطقه صناعيه، ودي هتبقى احد العوامل بتاعتنا او احد عوامل نجاحنا ان شاء الله في ان احنا ننجح في تخفيض نسبه البطاله في محافظه الغربيه. واضافه الى عندنا 11 فدان في منطقه كتامه. ال 11 فدان دول هتبقى منطقه حرفيه. حضرتك في اجتماعك مع نقدر نقول منتدى المرأة يوم الثلاثاء تحدثت في هذا الموضوع، وقلت بأنه الريتين منطقة كتامة دي منطقة واعدة، سواء في فرص العمل، سواء في فرص التصدير، في تطوير الصناعة اللي هي صناعة الموبيليا والأساس. لكن حضرتك فوجئت بأن المسؤولين بيقولوا لحضرتك ده في معوقات في نزع الملكية والكلام ده. كان حضرتك لك كلام قوي في هذا الأمر بالنسبة لحل مشكلة قرية كتامة وإنها تدخل تنطلق. خلي بالك من حاجة، إن احنا في مرحلة لازم يكون فيها في إرادة قوية وتصميم على إنك تنفذ الهدف بتاعك. هتقابلك معوقات إدارية أو ما إلى ذلك أو مشاكل تمويل أو كده، لكن الحلول الغير نمطية إن شاء الله هتنجحنا في الوصول لأهدافنا. زي منطقة كمثال منطقة كتامة. منطقة كتامة فوجئت ان هو بيقول لي دي خارج الحيز وداخل الحيز وهدخلني مشكلة. قلت له لا، التخطيط بتاعها ان هي داخل الحيز، فانا هستمر فيها كمنطقة حرفية لان هي كان متوافق عليها منطقة حرفية، وهنستمر وانا ماشي في هذا الاتجاه. في علينا 6 مليون جنيه اللي هي اللي بتمتلكها، اللي هي الارض دي اساسا ملك الاصلاح الزراعي. فعلى المحافظه هتدفع ثمنها حوالي 6 مليون جنيه. احنا بنجتهد مع السيد وزير الزراعه الدكتور ايمن ابو حديد، وهو بيدعمنا في جميع المجالات، وعلى اساس ان احنا هنخفض المبلغ وهندبر المبلغ وهندفعه ان شاء الله. الفكر في هذه المنطقه منطقه حرفيه وليس منطقه صناعيه، فيها بعض حرفات هتشتغل اساسا للاساس، والصناعات المكمله والصناعات اللي بتمد صناعه الاساس، سواء مفروشات او اخشاب او ما الى ذلك من الصناعات المكمله لصناعه الاساس. يا اما قدامنا كذا مقترح، يا اما بنخطط هذه المنطقه واحنا هنقيم هذه المحلات بنظام وبتنظيم معين طبقا لاحدث المدن الحرفيه اللي موجوده في الدول المتقدمه كتيره، بحيث ان هي تستوعب حجم عماله يمكن يفوق 10,000 موظف. حاجه مرتبطه ايضا بقريه كتامه سعادتك، الصرف الصحي بادئ يعني باقي فيه حاجه بسيطه 10-15% ويشتغل في هذه القريه، وحضرتك كنت كلمتني بان كل مشروعات الصرف الصحي محتاجه 1.4 مليار، وكل مشروعات الصرف الصحي اللي في المحافظه تكتمل وتشتغل. ملف الصرف الصحي وال1.4 مليار جنيه حضرتك وصلت فيه الى ايه؟ احنا عندنا الميه واصله للمدن والقرى والعزب بنسبه 100%. تمام. على مستوى الصرف الصحي المحافظه محققه نسبه حوالي 60% للصرف الصحي. اعتقد ان بنهايه السنه دي هنرتفع الى 70%. احنا بيقابلنا بعض المشاكل برضو نتيجه عدم وعي او عدم فهم او تفضيل مصلحه خاصه عن المصلحه العامه، ان احنا بنيجي نشتغل فبنقول يا جماعه هنا كذا كذا. في بعض الاهالي بيعترضوا على ان خط هيمشي من قدام والخط مش هيمشي، طيب مد الوصلات ما يمدش الوصلات، في بعض المعوقات. لكن احنا بالتعاون مع الاهالي وبنشرح لهم وجهه نظرنا ايه وبنفهمهم ايه وبنفهمهم ده العائد عليك، ان انا دلوقتي اما الصرف الصحي هخلص في القريه ديت هعمل في قريه ثانيه كذا كذا. احنا عندنا مطالبنا حوالي 290 مليون لموضوع مياه الشرب عشان بناء محطات معالجه، وليس بناء محطات معالجه، لان انت زي ما انت عارف احنا عندنا بعض المحطات شغاله على الارتوازي. فاحنا لازم طالما محطه بتاخذ من مخزن ارتوازي لازم اعمل لها معالجه عشان نخفض نسب الحديد والمنجنيز في المياه الارتوازيه. جميل. بالنسبه للصرف الصحي تقريبا احنا عندنا 1.1 مليار 11 مليار، دول هيبقى على سنوات لان مش هنقدر نحمل ميزانيه الدوله كذا كذا، لكن احنا جاينا سنه 300 مليون جنيه للصرف الصحي بس. المليار الثاني ممكن يجوا على سنتين على 3 وتنتهي ونوصل للصرف الصحي. العجله دارت والامور بتكتمل وبتتواصل. ان شاء الله يكون الصرف الصحي ان شاء الله خلال من 2 ل 3 سنه يبقى 100% زي مياه الشرب. ان شاء الله. مسرح البلديه
من الحاجات التاريخية اللي هي متأسسة على نظم دار الأوبرا المصرية التي حرقت قبل ذلك، لكن معطل، وهو كان نقدر نقول منارة ومبعث للأنشطة الثقافية والترفيهية الجميلة. لكن حضرتك أيضا كان لك خطوة عملية وتنفيذية في هذا المسرح، مسرح البلدية. ايه هي الخطوة؟ مسرح البلدية من 3 مسارح اتبنوا في فترة القرن ال19 في 1870 نعم. كده، دار الأوبرا المصرية والدار الأوبرا اللي في دمنهور. الثلاثة اتبنوا على نمط واحد ومسرح البلدية في طنطا، ومسرح اللي هو الثالث مسرح البلدية في طنطا. يعني مش عايز اقول لسوء الحظ، اقول بتاع دمنهور اتعمل وانتهوا منه، لكن الحمد لله نجحنا ان احنا خدنا اعتماد ب 16 مليون جنيه من الدكتور صابر عرب، والعقد اتوقع وحاليا بيتم العمل في المسرح البلدية. انا رحت بنفسي امبارح بالليل بعد العشاء، لقيت فيه خشب متشون وفي عمال موجوده، في عمل بدأ بالفعل. بدأ الازاله الاخشاب والكلام من ده، كل ده بدأ يشيروا فيه. العقد بتاعه ان هو هينتهي خلال 9 شهور، لكن انا مصمم ان شاء الله خلال 6 شهور هينتهي مسرح البلدية، وهيكون علامه مضيئه في محافظه الغربيه. عشان كده حضرتك مريت عليه امبارح الساعه 12 بالليل. انا على مدار الساعه، الحاجه اللي انا بدي بيها تعليمات او بدي بيها توجيهات، انا بنزل بنفسي في الشارع اشوف الكلام اللي انا قلته اتنفذ ولا لا. مش نوع من التفتيش على الاخطاء او كده، لا، نوع من متابعه الكلام اللي انت بتقوله. تمام. انت قلت له اعمل الحاجه دي كذا كذا، بسيبه وادي له فرصه يوم او حاجه، بروح بشوفها في اوقات مش موجودين، بشوف بعينيا كل حاجه عشان يبقى على طول عجله العمل تسير وتصير بسرعه. عايزين ننتقل من السلحفاه الى الغزاله. محتاجين دار المناسبات يعني عجزت واصبحت قديمه، وكمان اصبحت معوق شديد للمرور في شارع البحر او الجيش الرئيسي في طنطا. فحضرتك في خطوات وفي قرارات بالنسبه لدار المناسبات الملاصقه لاستراحه حضرتك، ايه اللي هيتم فيها وازاي هنتعامل مع مشكله المرور؟ لان كل الناس اللي بيروحوا يعزوا بقى بيركنوا السيارات امام دار المناسبات وبجوار استراحه حضرتك. تقريبا هنتعامل كيف؟ تقريبا في الاسبوع الاول من حضوري للمحافظه الغربيه كان في واجب عزاء لاحد الزملاء في المحافظه، فدخلت عشان ادي واجب العزاء، فوجئت بشكل المنظر والحاله بتاعه دار المناسبات التي لا ترتقي الى طموحات اهالي الغربيه. نعم. عند دراسه الموضوع انا فوجئت من المسؤولين ان بيقولوا ان في مساحه فدانين لدار مناسبات في منطقه اخرى. طيب انا عشان المرحله ديت الوقت والزمن والموارد الماليه صعب ان انا اوفر 10 15 مليون جنيه عشان اعمل دار مناسبات ثانيه على فدانين تبقى دار مناسبات ثانيه. لكن انا خدت قرار سريع، وقرار اعتقد ان هو اهالي الغربيه هيشعروا بيه خلال شهر او شهر ونص ان شاء الله بتطوير دار المناسبات، بحيث دار المناسبات ساعة المحافظ التطوير هيكون هدم واعاده بناء ولا تطوير على الوضع الحالي؟ الموضوع هيبقى على وضعها الحالي، ولكن هتاخد شكل اخر تاني تماما، ان احنا اضفنا مكان لعزاء السيدات. تمام. هنعمل عقد قران في الفتره من العصر لغايه المغرب. جميل. وبعد كده اذا كان في نفس اليوم يعني تصادف عزاء وعقد قران، بيعيد ترتيب القاعه بالشكل اللي هتناسب لاستخدامها في الفتره بتاعه الساعه. اعتقد ان اي حد من اهل الغربيه او اما يبقى عنده مناسبه لا قدر الله حاجه بيعمل فراشه او حاجه زي كده، يمكن بتكلفه 4-5 آلاف جنيه يعني في الحدود ديت. لكن انا لما اقول لك مثلا انت هتيجي في الدار بتاع، هنشوف الرقم المناسب لها بحيث تبقى حاجه خدمه مميزه، وفي نفس الوقت تبقى في متناول الغالبيه العظمى. مشكله المرور انا عندي قدام دار المناسبات في الجزيره الوسطى جزيره كبيره هناخد جزء منها بحيث ان احنا نسمح بوقوف العربيات بالطول كده، يبقى باركن صغير كده، هناخد جزء صغير من الجزيره اللي مواجهه عشان ما تعملناش تكدس مروري ان شاء الله في المنطقه. وبعد كده نفكر بقى بعد الامور ما تتحسن وبعد ما يبقى في موارد ماليه
نعمل دار مناسبات تانية. ايه المانع ان يبقى في مناسبات دار مناسبات رقم 1 ودار مناسبات رقم انا بخدم 4 7 مليون مواطن. فليه لا ليه ما يكونش في دار مناسبات رقم 1 دار مناسبات رقم 2 دي نحتفظ بيها ودي سريعه وهتكلفنا مبلغ في حدود 300,000 جنيه وده بسرعه. حضرتك اصبح مشروع رائج بالنسبه للقطاع الخاص ان شاء الله. فليه المحافظه والقطاع العام ما يكونش له وجود؟ حضرتك يعني في الجانب الاخر من دار المناسبات حديقه الاندلس التاريخيه اللي كل مواطن في طنطا وفي الغربيه له ذكريات معاها، لكن الان تحولت الى اطلال ومجموعه من النسانيس في عدد من الاسوار. فحضرتك محتاجه هذه الحديقه تطوير ضروري او فكر جديد، ماذا تم بشانها؟ احنا فعلا انا عملت لقاء مع السيد وزير الزراعه الدكتور ايمن ابو حديد ويمكن بعد ما كنت عنده بيوم او 2 بعد دفع لجنه من عنده لدراسه الحديقه ووعدنا ان هو هيبدا فورا في التطوير. وكان في بعض الاشغالات موجوده في الحديقه زي مشتل زي جمعيه صغيره دبرنا لها مكان، وفعلا اخدين النهارده الحديقه بحيث هنسلم الحديقه كامله لوزاره الزراعه هيئه الخدمات البيطريه. حضرتك اخدتها النهارده بعد اجتماع امس؟ اتخلت النهارده. اتخلت يعني من بعض الحيوانات. لا الحيوانات لا، من بعض المرافق كانت المحافظه فيها، يعني كان في جمعيه اهليه فيها شلناها، كان في مكتبه صغيره شلناها عشان ما تعوقش العمل، لان اللي هيطور الحديقه دي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. جميل. بالفعل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه خلال اسبوع هتيجي ترفع الحديقه بالكامل كارض وحدود وما الى ذلك ومعالم، وهتعيد تصويرها من جديد خالص. هتبقى ان شاء الله يعني انا واثق انها هتبقى مفخره لمحافظه. طب حضرتك بالنسبه لكلام حضرتك او اتفاق حضرتك مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في وقت محدد ان شاء الله للانتهاء من هذا التطوير؟ هم انا واخد وعد الاسبوع الجاي هيجوا يبداوا يرفعوا ويعملوا التخطيط بتاعهم وبعد كده هيبداوا الشغل. ممكن الموضوع ياخد 3-4 شهور جميل. للتنفيذ. زي الفل. الحاجه الثانيه بقى طالما انت فتحت موضوع الحديقه، ملاصقه للحديقه على طول متحف الاثار بتاع طنطا، وانا دخلت المتحف وكنت حزين صراحه اللي انا شفته بالحاله ديت. وبالفعل اتصلنا بوزاره الاثار قال لي هندرجها في الخطه، وبدا التخطيط بتاع المتحف الفلوس بتاعته استغلاله حتى في السياحه الداخليه مفيش بالظبط كده. يعني اعتقد ما حدش يعرف ان في لا هو في اسلوب طبعا للعرض جديد وحاجه حديثه جديده هتتعمل، سواء الارض المكشوفه الارض الحاجات اللي حديثه في اسلوب العرض والمحاكاه والكلام من ده، كل ده محطوط في في المشروع ان شاء الله بتاع متحف طنطا. وهنجمل الميدان، احنا طالبين احد التماثيل اللي هي الاثريه هنحطها في قدام الميدان بحيث يبقى رمز كويس جنب في الميدان بتاع ونحرك السياحه الداخليه. حرك السياحه الداخليه ومنفذ تاريخ مصر. لازم ابنائنا واولادنا يعرفوا تاريخ مصر من خلال هذه المتاحف. ايه دور المتاحف؟ ان انا بعرف الاجيال اللي طالعه حضاره مصر واعراق تاريخ مصر وكيف كان الاباء ده على هامش هذا الامر سعاده المحافظ يعني، لكن احنا ما صورناش هذا الامر. محافظه الغربيه زاخره بعدد كبير نوعيات كثيره من الاثار، سواء كانت اسلاميه او قبطيه او يعني فرعونيه. عندنا كتير من الاثار ده. حضرتك فتحت هذا الملف ان شاء الله، والمتحف ده هيبقى المتحف الرئيسي، لاننا عايزين نجمع كل هذه القطع الاثريه في هذا المتحف. يبقى ده المتحف الرئيسي لان هو مساحته كبيره 4 أدوار. نعم. مساحه كبيره جدا فيه، لم تستغل ولم يستغل بالاستغلال الكافي نتيجه لظروف لا داعي اللي احنا نخوض فيها الان. لكن النهايه في النتيجه ان احنا هنبدا فورا في تطوير المتحف في وقت متزامن مع الحديقه بحيث المنطقه دي يتغير شكلها ان شاء الله. حضرتك ايضا بما اننا بنتكلم عن حديقه الاندلس لابد نلحق بها حديقه الطفل في منطقه الاستاد. يعني طالتها يد الاهمال وجلست واستراحت يد الاهمال فيها، ومنتهى الاهمال ولا يستفيد بها المواطن ولا الاطفال. حديقه الطفل طولها حوالي 800 متر، في منهم 200 متر مستغلين كمدينه ملاهي، وده واحد وكتب عقد مؤجره ب 30,000 في الشهر. ب 30,000 في الشهر، وده الراجل شغال فيه بتاعه، واحنا بنراقبه عشان المواصفات الفنيه والامانه الصناعيه ومحدش يتكهرب ومحدش بتاع، بيبقى في لجان طالعه عليه. واحنا كان الاسبوع اللي فات كان في لجنه وكان متاخر في السداد نتيجه الظروف وبتاع، لكن العقد بيقول كذا، دفع الراجل والتزم وهيستمر العقد بتاعه لغايه تقريبا والعقد ده جيد ساعه المحافظ يعني 30,000 في الشهر كويس، 1000 جنيه في اليوم
معقول؟ يمكن هي الظروف اللي فاتت هي اللي خلت كده، لان انت عارف الحاله الامنيه برضو كان في انفلات وبتاع كلام من ده، فاحنا بايه، لكن بمجرد ما هينتهي العقد بتاعه احنا بنعملها مزاد عني يعني. والعقد سنوي؟ وهو واخد 3 سنين. 3 سنين تقريبا هو خلص سنتين ناقص له سنه. نعم. بمجرد السنه ما تنتهي بنعيد تاني الطرح. طيب الجزء الاخر في حوالي 600 700 متر انا اعتمدت له حوالي 200,000 جنيه. جميل. والامر المباشر بقى الحته بقى الامر المباشر ان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه التوجيهات اللي صدر لنا ان احنا نسرع بالتنفيذ في الحاجات اللي هي تشعر المواطن بكذا، فحتى رفع الامر المباشر للساده المحافظين ل 5 مليون جنيه. طب مين الامر المباشر هيرسي على مين للتنفيذ؟ انت بتعمل ممارسه محدوده مع 3 4 وبيشوف العرض اللي بتاع افضل وبينفذ. ده في ايد حضرتك تنفيذ مباشره. ده سلطه. وعملنا كده كمان في دار المناسبات. في دار المناسبات عملنا كده مباشر، بس دار المناسبات شركه متخصصه للمقاولين العرب هي اللي خدتها. المقاولين شركه محترمه. فهتعمل حاجه ده امكانياته بتقول الوقت هو الوقت. هتعمل حاجه تليق بالمحافظه. تمام. المشروع المكمل له سور حوالين المحافظه هيتعمل برضه شركه المقاولين عشان الشكل الجمالي بتاع المحافظه. سور حوالين المحافظه؟ سور حوالين الخارجي اللي هو الحته الصغيره اللي ورا المحافظه كنوع تجميلي للميدان، هيبقى برضه مواكب للعمل في هذا تمام. سياده المحافظ، في كتير من الملفات منتظره حضرتك، وكتير من اكيد الاتصالات من المواطنين، كتير الزملاء هيوافوني لكن حضرتك بعد هذا الفاصل والاستراحه اللي موجوده هنفتح ملف موقف مرفق النقل الداخلي في الجلاء اللي مديونياته 159 مليون جنيه، وعطلان 100 اتوبيس وشغال فقط 50، وحاجات كتيره جدا، وبدء العام الدراسي والتعديات على الاراضي الزراعيه والسحابه السوداء، ومبادره ازرع شجره مثمره واشتري لمبه موفره، والتواصل مع الشعب والشباب. كل هذه الامور وازمه عدم وجود ظهير صحراوي، كل هذه الملفات سنبحثها مع السيد اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربيه بعد الفاصل. انتظرونا. أجدد لحضراتكم التحية وأرحب بضيفي الكريم اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية. سعادة المحافظ أهلا بحضرتك مرة أخرى. وأخبار عاجلة جاءتني من موقع أخبارك، جامعة الأزهر تؤجل الدراسة إلى 5 من أكتوبر، لكن في خبر كويس بأنه السيد رئيس الوزراء الدكتور الببلاوي بيقول بأنه الحد الأدنى للأجور هيكون 1200 جنيه بداية من يناير 2014 إن شاء الله. وأيضا أكدوا بأنه القطاع الخاص عقدوا اجتماعات معهم ويكون معهم في تلك المنظومة. سعادة المحافظ، ملف مرفق النقل الداخلي ملف مزمن منذ 10 سنين أو أكثر، وصلت خسائره 159 مليون جنيه حتى الآن. 100 أتوبيس معطل و50 فقط شغالين، المفروض ان هم يصرفوا على 750 عامل. لكن لما رحت اسجل النهارده الناس قالوا ان هم ما قبضوش رواتبهم بقالهم 3 شهور، 7 و8 و9. وايضا واحد كده نصح اتكلم، تعالوا نتابع اللي قالوه الناس حول مرفق النقل الداخلي والمشاكل اللي بتقابله. فيديو طيب، ما هو كان في لقاءات يا حد. المهم الناس اللي سجلت معاهم في احد الناس تقريبا فني في المرفق قال احنا عندنا في اتوبيسات كتير محتاجه 500 جنيه وتشتغل، في اتوبيس محتاج 2000 جنيه ويشتغل. فلما قلت له محتاج اجمالي مثلا قد ايه وكل هذه الاتوبيسات تشتغل، قال محتاجين حوالي 60,000 جنيه. فهذه المعلومات بنضعها امام سياده المحافظ، لكن سياده المحافظ بيتعامل مع هذه المشكله بإجمالي. ماذا ستفعل لمشكلة المرفق المزمنة سعادة المحافظ؟ أنا عايز أوضح بعض الحقائق حول هذا المرفق. المرفق ده أنشئ بقرار السيد رئيس الوزراء من ما يقرب من 30 عام. تمام. المرفق نتيجة عوامل كثيرة تدهور حالته، سواء بالحالة الفنية للأتوبيسات أو سواء بزيادة العمالة
نتيجه الظروف اللي مرينا بيها كلنا في الفتره اللي فاتت. اصبح عندنا في المرفأ حوالي 159 اتوبيس، اللي شغال منهم حوالي 50% منهم والباقي عاطل. احنا الاسبوع اللي فات احنا عاطين دعم المرفأ 190,000 جنيه علشان قطع غيار عشان يشغل المرفأ، وبالفعل هم شغلوا 20 اتوبيس خلال الفترة ديت علشان نواجه الموضوع بتاع المدارس ونواجه استغلال البعض من سائقي الميكروباص لأفراد محافظة الغربية. لكن مش هو ده الحل ان انا كل شهر بطلب من وزارة المالية يديني دعم علشان اقبض الناس كل شهر. هو طبعا هم قبضوا 7 و8، هو شهر 9 هو اللي موجود ان احنا لسه طلبنا لهم فلوس عشان الايه المرتبات. ودي منظومة طبعا فيها خلل كبير ان انا كل شهر اطلب من وزارة المالية دعم او من التنمية المحلية دعم علشان اقبضه. طيب امال يبقى هذا مشروع هناك خلل شديد في هذا. خلينا نتكلم بصراحه، هناك خلل شديد في هذا الجهاز. احنا اخذنا قرارات جذريه عشان ننتهي من هذه المشكله اللي هي صداع فعلا في المحافظه، لانه انا من احد العوامل اللي يمكن اخرت الخدمات في المحافظه هذا الصندوق، هذا المرفق. يعني الصندوق ده سحب من المحافظه 89 مليون جنيه. 89 مليون جنيه من صندوق خدمات المحافظه. صندوق خدمات المحافظه ما فيهوش فلوس مؤثر على اي خدمه بقى بتعملها في كافه المجالات. لا، يبقى الموضوع لازم يبقى فيه وقفه، لان الحلول التسكينيه مش هتحل وهتستمر. احنا عندنا الارض المملوكه لهذا المرفأ حوالي 5 فدان و5 فدان ونص في شارع الجلاء، هتتباع بالمزاد العالمي. تمام. هذه الارض هتتباع بالمزاد العالمي. هتجيب فلوس كويسه. هتعدي ال 100 مليون ان شاء الله. هتعدي ال 100 مليون. هتعدي ال 100 مليون هتتباع بالمزاد العلني وناخد الفلوس ديت هنسد جزء من المديونيه اللي على الجهاز للمحافظه، بحيث المحافظه تنتعش ويبقى فيها فلوس اقدر اعمل خدمات، والجزء الثاني هطور الاسطول بتاع المرفأ. يعني واقفه سياده المحافظ ال 100 مليون قيمه بيع ارض تقريبا، يعني هتاخد ال 89 لا يعني احنا هناخد الاول هنطور المرفأ، نشوف المرفأ محتاج كام عشان اجيب مثلا 50 اتوبيس جداد. تمام. اطور بيه. واحنا حاليا بنكهن الغير صالح اللي هو تكلفته بيزيد عن قيمته، يعني اللي هي التكلفه مش يعني معنى كده لجنه فنيه هتبحث ال 100 اتوبيس حاليا شغاله وبدانا نكهن في الاتوبيسات الغير صالحه. طب بعد كده حضرتك بعد ما نبيع الارض الاتوبيسات بتاع المرفأ هتركن فين ولا الورشه؟ احنا قلنا هنعملها في سيبربي. في سيبربي تبع اللي هو الجراشين هيبقوا في سيبربي. واحد للنقل الداخلي اللي هو المرفأ ده. نعم. والثاني للميكروباصات بتاع، بحيث ان نفرغ المدينه خالص من هذا الكم الهائل بتاعنا، ونطور بقى الاداء. نعم. ونشوف قياده مظبوطه تعرف تدير هذا المرفق باسلوب حديث وباسلوب رشيد. لكن انا مش ممكن يكون عندي 750 طيب الراجل الفني قال لي معلومه خطيره جدا سياده المحافظ. اتفضل. قال لي التذكره قيمتها لما نيجي نحسبها بحسابات بتساوي 120 قرش، احنا بنعمل تذكره مدعومه ب 50 قرش. هو ده سبب الخساره؟ ما هو ده يا استاذ شاكر، ده مشروع خدمي وليس اقتصادي. انا بدعم المواطن العادي. التذكره بقت ب 75 قرش دلوقتي؟ التذكره ب 50 قرش في الجهاز. لا بره ب 75 وبجنيه اللي زيها. لكن انا ما اقدرش ارفعها، يبقى ده مشروع خدمي وليس اقتصادي. تمام. في فرق بين بقى اقتصادي وخدمي. الاقتصادي ده بيربح الربحيه، لكن الخدمي انا بدعمه عشان المواطن. بندعمه عشان المواطن، عشان عدم الاستغلال المواطن. سياده المحافظ، طبعا حضرتك اتصالات كتير وصلت لنا، الفريق العمل مشكورا احضرها لنا. المشكله اللي تزعل قوي، واعتقد حضرتك عندك خلفيه، الطالب سيد طارق درويش من منشية جنزور ده في الصف السادس الابتدائي، جات له الشهاده بانه ناجح، الكلام ده يوم 5/7. راحوا يستلموا الملف قالوا له لا ده انت ساقط وعندك دور تاني. فطبعا قبلها ب4 ايام ما لحقش يذاكر فبقى راسب. اعتقد سيادتك عندك خلفيه عن هذا الموضوع. فعلا يعني هذا الطالب والد الطالب فعلا جالي يوم الثلاث اللي فات، اللي قبل اللي فات دوت زي امبارح يعني. نعم. وعرض علينا المشكله، وانا عملنا لجنه وفعلا تم محاسبه
المخطئ في اصدار هذه الخطابه، وبالعكس انا شكلت لنا فرق درجه النجاح من الرسوب بتاعه حاجه بسيطه، فشكلنا لجنه رأفة بحيث تعيد تصحيحه لورقه الطالب دوت، وان شاء الله هينجح. بل بالعكس من ذلك انا شفت الحالات المماثله، لان في 5 تانيين زيه بنفس المنظر. نعم. واحنا حريصين على ابنائنا الطلبه ان هم ما يظلموش، لكن المتسبب في الخطا اتحاسب فعلا، واللجنه هتتعمل بلجنه رأفة. يعني ان شاء الله اللجنه عندما تبحث بشكل الله. قانوني وعادل ممكن هؤلاء التلاميذ ان شاء الله يرجعوا تاني لمسارهم الطبيعي ان شاء الله. سعادتك دلوقتي اتصال ايضا من الحاج شعبان البرولوسي خاص بمشكله توكيل سيارات في قريه شبرا النمله. المفترض ان هو مكلف بانه يجيب محول على نفقته الخاصه لشغله، لان شغله تقيل، فهو طبعا مصايم في الموضوع وموفر 500,000 ثمن المحول، ومحمل على الشبكه بتاعه البلد، فمضيع البلد من ناحيه ان في مناطق الاضاءه ضعيفه ومناطق الكهرباء بتقطع. اعتقد انت لو استليت عليا 48 ساعه احنا الزمناه بشراء المحول. يعني الموضوع وصل سيادة. وخلال هو وعدنا خلال 48 ل 72 ساعه هتنهي هذه المشكله بحيث يجيب المحول ويخفف. ولو ما جابش المحول سياده المحافظ هتقطع عنه كهرباء؟ هيتقفل. بس كده تمام. نشكرك سياده المحافظ على هذا الحزم. قريه بوريك الحجر سعادتك اتصلوا بينا مركز طنطا وقالوا الميه قطعه عندنا من 10 ايام، تيجي لمده ساعتين فقط و12 مساء تقطع، ومفيش لا ميه في البلد ولا في العزب المجاوره. قريه بوريك الحجر مركز طنطا. فايه حكايه؟ واحنا عندنا في مشكله في طنطا، ضغط الميه ضعيف فعلا، لكن احنا في محطه جديده بتشتغل، والمحطه دي هتبقى طاقتها اكتر من يمكن المنحه اليابانيه 200. ايوه المنحه اكتر اليابانيه اكتر من 200. دي هتبدا امتى سياده المحافظ الشهر دي هتنتهي في شهر 12. لسه في شهر 12. واعتقد ان في بعض المناطق في مدينه طنطا فعلا ضغط الميه ضعيف، لكن ما بتقطعش يعني لمده ما احنا كلنا في طنطا وكل الناس قاعده. لا ده بوريك الحجر ده قريه من قرى طنطا، قريبه من بوريك الحجر اعتقد بعيده عن طنطا. لا قريبه من طنطا، هي 3-4 كيلو. سيادتك عارفها؟ انا ما اعرفهاش. لا ما انا عارفها، ما انا حافظها كلها. ايه بعد متى؟ هي اليمادي على الطريق ده؟ قول له كام كيلو؟ ده سيادتك ده بعيده مش 4 كيلو ولا حاجه، ده بعد متى السودان، يعني هي اليمادي بعد ايوه جنوب متحبش كده. جنوب. سيادتك لفيت المحافظه كلها وعارفها اكتر مني. حضرتك لفيت كل المراكز وكل الوحدات. احنا يمكن من الحاجات اللي هي الجميله اللي الواحد بيبقى سعيد بيها ان هو بيلتقي بالمواطنين وبيشوف حياتهم على وبنسمع وبنقعد مع الناس. انا بروح كل مركز ليا يعني خلال الشهر ده. طبيعتك الريفيه سياده المحافظ بتحس ايضا لما بتنزل ناس ارياف بتكون فاهم طبيعتهم اكتر، فاهم طبيعتهم كويس، هو فاهم طبيعتهم، لان احنا عايشين في نفس الظروف وعارفين دول اهلنا عايشين ازاي والمشاكل اللي بتقابلهم ازاي، مشاكل صرف صحي، مشاكل ميه، مشاكل نظافه، مشاكل كل الحاجات ديت. بان انت من احد قرى محافظه البحيره، زائد ان انا اشتغلت في مجلس الوزراء، فجميع المشاكل اللي بتقابلنا سواء اجتماعيه او اقتصاديه عايشينها وعارفين كيف التعامل معها. ولذلك انا يعني عندي ثقه في ربنا ان شاء الله ان احنا هنقدر نعمل حاجه لاهلنا في الغربيه. علشان كده بندخل على فلاحين الغربيه وتواصلك معاهم واهم النقاط والامور اللي حضرتك هتعملها للفلاحين في الغربيه. ان شاء الله. هو طبعا يعني امنا ان احنا محافظه زراعيه اساسا. تمام. واحنا عندنا 70% من السكان فلاحين في الغربيه. فده الهم الاكبر لنا اهلنا الفلاحين. يمكن الاسبوع الاولاني او الاسبوع الثاني انا عملت اجتماع مع السيد امين من الفلاحين في المحافظه، وجبنا رؤساء الجمعيات المشتركه والجمعيات المركزيه، والمشاكل كلها بقت موجوده، او يعني الرؤيه ايه اللي احنا نحسن خدمه قدامنا. احنا عندنا الحمد لله الحاجات اللي تهمنا كفلاحين، يعني موضوع التسويق بتاع المحاصيل، موضوع الخدمات الزراعيه اللي بتقدم سواء في الري سواء في التقاوي سواء في السماد والكلام ده. الموقف عندنا الحمد لله مطمن بالنسبه للسماد، يعني لسه انا مراجع مع مدير الاصلاح الزراعي للسماد، لقيت ان احنا عندنا حوالي 20% احتياطي. نعم. وده ما يعني ايه، الموضوع السماد متوفر. احنا عندنا مشكله صغيره
واحنا بنتابعها دلوقتي، بحيث اننا عندنا بعض الترع والمصارف للاسف طبعا فيها حجم كبيره من النفايات والكلام من ده. بدانا نشوف الخطه بتاعت وزاره الري ايه. نعم. انت بتطهر فين، ان انت الميزانيه بتاعتك ايه، مدير الري. تمام. نشوف الميزانيه بتاعته ايه، ونشوف التطهير اللي عمله ايه، وهل هو التطهير ده شامل النقل بره الترعه وبره المصرف، ولا بيطلع ويسيبه على البتاع، وبعدين بعد فتره ما ينشف يتنه نازل تاني، يبقى تمام. ما عملناش حاجه. فاحنا يعني حضرتك الاتفاق بيبقى ان هو يطهر وينقل. هو يعني دي طبقا لميزانيه وزاره الري. بعض المشروعات بتبقى تطهير ونقل، وبعض المشروعات بيبقى تطهير. فالحته ديت المهم ان انا المهم مش موضوع ان انا انفذ، المهم ان انا احقق اقصى استفاده. تمام. اقصى استفاده ايه؟ ان انا اشوف هو مرصود له مثلا 50,000 جنيه هنا. نعم. في المصرف ده بتاع المصرف، راحوا فين 50,000 جنيه؟ هل حصل فيهم يعني في نوع من الرقابه والمتابعه. الرقابه. وبعدين بقى موضوع في بعض الاختلافات في الوطن، ولا احنا في اختلافات في الرأي، في انقسام فاحنا عايزين نوحد الناس كلها، سواء ايا كان انتماء سياسيه او انتماء دينيه، تحت مصر وطن للجميع. تمام. الوطن يسعى الجميع. تمام. عايزين نخلق هذا المفهوم عند ابنائنا في جميع المراحل، من خلال توجيه بسيط: مصر وطن للجميع. تمام. واحنا قعدنا معاهم واتفقنا على حتى الدرس اللي اتقال فيه. جميل. كمان الحته الثانيه، احنا اطلقنا مبادره مدرسه نظيفه، والحمد لله احنا مرينا برضو على بعض المدارس كده، اشركنا الطلبه فيها، عشان ما يجيش الطالب اول يوم ويخش يلاقي الفصل بتاعه له تراب عليه كذا، ازاز مكسور، اللمبه مش عارف ايه، الحنفيه ايه، دوره الميه ايه. يعني اشركنا الطلبه فيها، بحيث روح الانتماء وروح الحب، وازاي يحافظ على المدرسه بتاعته. طالما هو تعب ينظف وبتاع، هيبقى يتولد عنده الاحساس بالمسؤوليه وهو صغير، ان يحافظ على المكان اللي فيه. لان احنا عايزين نعدل سلوكياتنا علشان نحافظ على ما يتم انجازه. يعني كيف انا عايز اخلي البلد نظيفه زي البلاد المتقدمه، وانا سلوكي مش حضاري. تمام. مهما تجيب جهاز نظافه، ومهما تجيب من معدات وكده، السلوك مهم. محافظ، في عندنا مشكله مزمنه جدا، يا ريت سيادتك تضعها في ضمن الملفات المهمه. مديريه التربيه والتعليم في الغربيه ما زالت تتواجد في دورين مؤجرين في مبنى، والموظفين تقريبا بيدوسوا على اقدام بعض وهم بيعدوا. المشكله الاخرى يعني المتفرعه من هذا الامر، ان المكان ضيق، مكان المديريه دورين فقط، فبيضطروا يرحلوا اقسام التوجيه على المدارس، فبالتالي بتروح اقسام التوجيه في المدارس بتستغل مكان، فبالتالي بتعمل مشكله في توفير فصول اضافيه واماكن اضافيه للطلاب. فسعادتك دلوقتي انا ملاحظ في التوسعات اللي عند الاستاد ان معظم المديريات خدت اماكن وعملت مباني حديثه ومتطوره. لماذا احنا ناسيين مديريه التربيه والتعليم، وهي اهم مديريه في المديريات وبتخدم الاف المنازل والاف التلاميذ؟ لا، احنا ما نسيناهاش، بس هو الموضوع ان احنا جينا في شهر 8 كانت الخطه الاستثماريه اتعملت، وانا كان قدامي خيار من الاثنين. اتفضل. يا اما ابنيش مدرسه واعمل مبنى مديريه اداري واوفر فلوس المدرسه ديت لايه؟ للمبنى. اعتقد ان انا الاسبقيه الاولى للمدرسه دلوقتي، لكن مش معنى كده انا ههمل المديريه. يعني لا، المديريه هتخش في الخطه بتاعه 2014 2015. جميل، ده خبر زي الفل. لكن الوقت طبعا سيادتك كنت اتمنى الوقت يطول عن كده، لكن لدينا ملف اخر، فاعتقد ان احنا كده ناقشنا ملفات مهمه جدا مع سيادتك. اذا كان عندك وقت خلال دقيقتين بس، انا احب برضو ادي اخبار ساره لاهالي الغربيه الكرام، ان احنا عندنا مشروع الكارفور ده كان متوقع عليه من 2008 كان واقف. احنا جبنا الشركه، وخلال 3 شهور هيعملوا الرسومات وهيطرحوا وياخدوا الترخيص. لكن سيادتك في هذا الموضوع هو مشروع مهم جدا وهيعمل رواج، لكن كان في كلام سمعناه في وسائل الاعلام عن قيمه المتر والبيع بالنسبه للمتر. يا ريت سيادتك تاخد بالك من حته زي دي. لا، هو مش بيع، احنا ما اتباعتش، اللي هو حق انتفاع. ده حق انتفاع هيدفع للمحافظه كل سنه 3.2 مليون جنيه بزياده سنويه 10%، وليس بيع، مفيش بيع. ده خبر جميل جدا. اشكرك سعاده اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربيه على وجودك معانا،
وعلى هذه الأخبار الجميلة وأيضا الوعود بالحلول الجادة. بنثق في حضرتك وبنثق في إدارتك، نتمنى لك كل التوفيق، وقناة الدلتا تحت أمر حضرتك في رصد المشاكل ونوصلها لك، أو في رصد الإنجازات ونوصلها للناس. أشكرك سيادة المحافظ وأتمنى لك كل التوفيق. شاكر قناة الدلتا ودايما على اتصال، لأن أنا أؤمن تماما برسالة الإعلام سواء مقروء أو مسموع أو مرئي، هو الصورة وهو المعاون ليا في نبض الشارع، وهو اللي هيقول لي المشاكل ايه، وهو اللي هيقول لي الآراء، ان احنا نتعاون جميعا في ان احنا نخطو بمحافظة الغربية الى خطوة. أشكرك. مشاهدينا المحترمين، نرفع أذان العشاء الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا، ونتواصل في الملف الثاني، وحاجات مش هتصدقوها من حلاوتها إنها في الإدارة التعليمية في ميت غمر وفي المدارس الحكومية، كاميرات وملاعب وحاجات زي الفل. بعد الأذان إن شاء الله نتواصل مع السيدة الأستاذة مديرة الإدارة التعليمية بميت غمر، الأستاذة فريدة مجاهد، مدير الإدارة التعليمية بميت غمر محافظة الدقهلية، بعد أذان العشاء الذي حان الآن إن شاء الله.